هو ايه حوار حقن المضاد الحيوي المغشوشه اللي بتموت الاطفال دي؟ طيب الفيديو ده مهم وانا بقوله بناء على شغل في الصيدليات. مبدئيا في انواع مضاد حيوي في تقريبا 1% من البشر عندهم حساسيه منها، فلو خدوها وما تلحقوش بيحصل لهم حاجه اسمها انافيلاكتيك شوك، مجرى التنفس بيتقفل فبيموت. والحل انك تعمل اختبار حساسيه قبل ما تديله الحقنه، بتديله سنه صغيره كده بحقنه الانسولين، لو طلع موجب وعنده حساسيه مش بياخدها، ولو طلع سالب بياخدها. هنا بقى في مشكلتين، واحد في ناس بتديها من غير اختبار حساسيه، بس ده مش معناه نمنع الحقن في الصيدليات، لان اصلا في عجز كبير في الدكاتره، فمش منطقي ابعت لهم ناس يدوا لهم حقن وهم اساسا مش فاضيين يعالجوا الناس اللي تعبان. غير ان مصر 60% منها قرى فما فيهاش مستشفيات، واصلا عشان ترخص صيدليه بتطلب منك تجيب محرقه سنون، يعني عادي حقن في الصيدليه. المشكله الثانيه بقى وهي اللي عامله الضجه دي كلها، بتعمل اختبار حساسيه يطلع سالب، تيجي تديله الحقنه تلاقي فيه حساسيه، وده عشان في مضادات كتير دلوقتي اصلا مادتها مغشوشه زي راميتاكس يونيكتام. الموضوع متكرر ودي مش اول مره، فالموضوع اكبر من الصيدلي واكبر من الدكتور، هو غش من الشركه المصنعه. تتجنب اي مضاد حيوي الا للضروره القصوى. تابعوني لو عايزين تعرفوا معلومات طبيه اكتر وقولوا لي شايفين الحل ايه. لايك فولو شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.